Audio Jungle. مرحبا بكم. لم يكن بالإمكان أفضل مما كان، هكذا ربما سترددون بعد نهاية مباراة المغرب وكرواتيا. أنا أقول لكم كان بالإمكان أفضل مما كان. وهنا نطرح التساؤل المعتاد: هل كسبنا نقطة أم خسرنا نقطتين في مباراة اليوم؟ بكل تأكيد خسرنا نقطتين، وسأشرح لكم لماذا. لأن الأسلوب الذي لعب به المنتخب المغربي هو أسلوب متحفظ جدا، وكأن وليد الركراكي دخل المباراة الأولى الرسمية له في كأس العالم، الرابعة له كمدرب للمنتخب المغربي، وهو يحاول أن تظل شباكه نظيفة، وكأنه يسعى إلى تحطيم رقم قياسي من حيث عدد المباريات بشباك نظيفة. حينما نذهب إلى كأس العالم لا نبحث عن الشباك النظيفة، نبحث عن التميز، نبحث عن الفوز، نضع لأنفسنا الآليات لكي نفوز في مباريات تتاح لنا الفرصة في أن نسجل فيها أهداف. المنتخب الكرواتي اليوم على الأقل في نصف الساعة الأولى لم يكن ليخيفنا، بدأ يخيف منذ الدقيقة 31، ولولا تدخل بونو لكنا ربما قد أنهينا الشوط الأول خاسرين على الأقل بهدف مقابل لا شيء. الأسلوب المحافظ الذي انتهجه وليد الركراكي والذي ظل وفيا له، أنا لم يعطيني الانطباع أنه غير شيئا في تفكيره، في تصوره، في منظومته، وفي اختياراته البشرية. ربما دخل هذا اللاعب مكان لاعب آخر، ولكن هذه التشكيلة التي فكرنا فيها جميعا. لم تغب عن أذهاننا هذه الأسماء: عودة نايف أقرب الذي أخذ مكانه بعد أن شغله أشرف ضاري. وسط الميدان قام الجهاز الطبي بتجهيز سليم أملاح حتى يبقى التوازن الذي يفكر فيه ويرغب فيه وليد الركراكي، إلى جانب مرابط وأناحي. وفي الهجوم كما كان متوقعا زياش، بوفال، ويوسف نصيري. ماذا حدث في المباراة؟ ما حدث هو ما لم يتوقعه وليد الركراكي، أي أن أناحي اليوم لم يكن ملهما. أناحي لم يجد مساحة لينطلق بخط مستقيم إلى الأمام ليعطي المتنفس لخط وسط الميدان. لذلك شاهدنا نوعين من التعامل مع المباراة. شاهدنا تعاملا بضغط عال مع بداية المباراة حتى يرسل رسائل إلى منتخب كرواتيا بأننا جاهز وأنني بدنيا حاضر لكي أخنقك وأتركك لا تلعب على سجيتك. بمعنى آخر سعى وليد الركراكي إلى شل حركة الكروات، ولكن ما حدث هو أن أناحي لم يستطع أن يواكب هذا النسق. ماذا حدث؟ حدث تراجع على مستوى وسط الميدان وعلى مستوى اللاعبين، انكمشوا وأصبحوا يدافعون ككتلة واحدة. وهنا رغم ضيق المساحات إلا أن ميزة الكروات حينما تمتلك لاعب فذ كمودريتش يستطيع أن يخترق، والاختراق لم يكن من الوسط كما كان الاعتقاد السائد أن وسط الميدان سيحاول أن يلعب بثنائيات وثلاثيات. جاءت الثنائيات والثلاثيات على الأطراف، خاصة من جبهة أشرف حكيمي، لأنهم شعروا بأن أشرف حينما يصعد يترك المساحة، وهنا يكون المرتد السريع. وحتى على مستوى الهجمات المنظمة شاهدنا بأن منتخب كرواتيا كان يهاجم دائما من الجبهة اليمنى للمنتخب المغربي. طبعا مؤاخذات كثيرة يمكن أن تقال، وهناك من سيطبل ويهلل ويقول أحرزنا التعادل في المباراة الأولى. التعادل حينما تكون لديك الفرصة لأن تفوز يكون بطعم الخسارة، وهذا هو الشعور الذي أحسست به بأن اليوم أهدر المنتخب المغربي فرصة الفوز. لو وضعنا المنتخب السعودي مكان المنتخب المغربي في مباراة اليوم لكانت مباراته أسهل بكثير مما قدم يوم أمس أمام المنتخب الأرجنتيني. كنا أن نتوقع بأن ينتفض وليد الركراكي من خلال طبعه، من خلال شخصيته، أن يكون جسورا، أن يكون ثوريا من خلال الخيارات. ولكن اليوم بدا لي أنه قنوع وفكر في أن يدبر المرحلة حتى لا يقال أنه خسر مباراته الأولى في كأس العالم. ظل وليد الركراكي منسجما مع ما قاله أمس في المؤتمر الصحفي. أذكركم مرتين أعادها، قالها باللغة الفرنسية، وأعتقد مرة ثانية حاول أن يقولها باللغة العربية أو بالدارجة أو حتى باللغة الفرنسية مرة ثانية. ولكن ما
شد انتباهي هو ما قال بالحرف الواحد: لن يكون من السهل هزمنا. Ça ne sera pas facile de nous battre. وكأن في تفكيره دخل المباراة ليثبت لنا جميعا وليثبت للفريق الآخر الذي يواجهه كرواتيا على أنه ليس من السهل هزم المنتخب المغربي. وحتى ولو خسر سيقول أنه قدمنا الأداء البطولي. أنا لا أريد هذا المستوى في كأس العالم، لا أريد هذا الأداء في كأس العالم. حينما نضع لك الإمكانيات ونتركك تشتغل ونحضر لك المباريات الودية ونحضر لك كل الأسماء التي تشتهي، لا تأتيني لتقول لي لن يكون من السهل هزمنا. اليوم في كأس العالم حينما دارت المباريات التي سبقت مباراة المغرب، بالأخص مباراة إيران، مباراة السنغال، مباراة تونس ومباراة السعودية، أصبحت لديك فكرة على أن هناك ورقة ممكن أن تلعبها، خاصة إذا كان الفريق الآخر الذي تقابله هو أيضا دخل المباراة ويحسب حسابات لمفاجآت، لا يريد أن يتعرض لنفس المصير الذي تعرض له منتخب الأرجنتين. لذلك اليوم ممكن أن نعض على أصابعنا لأننا أهدرنا الفرصة. مع مرور الدقائق شعر المنتخب الكرواتي بأن المنتخب المغربي لا يثق في إمكانياته، لا يؤمن بقدراته، لا يستطيع في بعض الأوقات حينما يرفع المنتخب الكرواتي النسق لا يستطيع أن يواكب. ولاحظتم ذلك بعد الدقيقة 31 هجمتين شاهدنا النقل النوعي على مستوى النسق وعلى مستوى الرتم. بدأ البون شاسع ما بين أداء لاعبي الكروات وأداء المنتخب المغربي. عدنا إلى التوازن في الشوط الثاني، أن المنتخب الكرواتي لا يريد أن يجازف الآخر لأنه يعرف لديه قدرات ممكن أن يحسمها في أي لحظة من اللحظات. حينما تلعب كأس العالم وتلعب مثل هذه المباريات يجب أن تخلق لك فرصة أو فرصتين وتستغلهما، كما حدث للمنتخب السعودي، سدد مرتين على المرمى وفي المرتين معا جاء الهدف. اليوم لولا ياسين بونا ربما كنا نتحدث عن خسارة، سنقول خسارة، ولكن باستماتة ببسالة دافعنا و اليوم من خلال ما قدمه المنتخب المغربي، من خلال اختيارات وليد الركراكي، من خلال الخيارات التكتيكية، بدا لي أنه ظل حبيس أفكاره، لم يتطور وبالتالي لم يطور أداء المنتخب المغربي. نأخذ التغييرات بغض النظر عن التغيير الاضطراري، خروج المزراوي ودخول عطية الله الذي لم يعطينا الانطباع أنه غريب عن هذا المحيط. لعب بسجية بأريحية وممكن أن يتطور كثيرا هذا الشاب. بغض النظر عن هذا التغيير، التغييرات الثلاث الأخرى كانت تغيير لاعب بلاعب، ولم نشاهد تغيير استراتيجية. سؤالي: لماذا تأخر في إدخال حمد الله؟ هل نصيري كان مميزا حتى كل ذلك الوقت، حتى الدقيقة 81 لنخرجه ولنريحه؟ ألم يكن الأجدر أن نلعب ورقة حمد الله بعد مضي تقريبا 65 دقيقة؟ بماذا أفاد بوفال؟ بماذا أفاد الزلزولي؟ لماذا الإبقاء على حكيم زياش طيلة 90 دقيقة ونحن نعرف أنه لا يستطيع لأنه يفتقد لعدد الدقائق مع تشيلسي؟ لماذا شاهدنا حكيم زياش عند صافرة النهاية حينما كان اللاعبون الكروات واقفون جاثمون مستعدون على أن يلعبوا 120 دقيقة أخرى إضافية؟ شاهدنا زياش يلتقط أنفاسه، العياء بادي على محياه وعلى جسمه وعلى تفاصيل وقسمات وجهه. إذا كان مدرب المنتخب المغربي يعرف قيمة كأس العالم فيجب أن يعرف كيف يدبر الموارد البشرية، كيف تكون له البدائل، كيف تكون له الخطط البديلة، الخطة ألف باء ثاء جيم إلى آخره، البلان بي، بلان سي، بلان دي. هؤلاء هم المدربون الناجحون. اليوم سنصفق لأن المنتخب المغربي حقق نقطة، ولكن كان بإمكاننا أن نأخذ أكثر من النقطة لو آمنا بإمكانياتنا، لو لعبنا على الإمكانيات الحقيقية للاعبين، لو كان لدينا تصور تكتيكي نعرف من خلاله كيف ندبر اللحظات التي نكون فيها أقوياء وكيف ندبر اللحظات التي نكون فيها بدون كرة سيئين، أو حينما يكون الفريق الآخر هو المتحكم في المباراة. يبدو لي اليوم أننا خسرنا هذا الرهان،
ومن يعتقد بأننا أخذنا نقطة في انتظار بالطبع مباراة بلجيكا وكندا، من يعتقد بأننا أخذنا هذه النقطة وهي كافية يجب أن يراجع نفسه، لأن كأس العالم اليوم ليست كأس العالم 86. هناك من يربط مقارنة ما بين ما قدمه المنتخب المغربي في 86 وما قدمه في مباراة اليوم، أننا حققنا نقطة أمام بولندا ثم حققناها أمام إنجلترا وبعد ذلك فزنا على البرتغال. إذا كنا نعتقد بهذا الحساب بأننا سنصل إلى الدور الثاني أنتم مخطئون، لأن في 86 كانت المنتخبات تعلم أن صاحب المركز الثالث الأربعة الأفضل في المجموعة الست يمر إلى الدور الثاني. ونتذكر بأن بلجيكا مرت إلى الدور القادم، وهولندا كانت قد لعبت على ما أذكر الدور نصف النهائي أو ربع النهائي. على حال اليوم نقطة واحدة ليست كافية، يجب أن تبحث عن الفوز في إحدى مباراتيك القادمتين على أمل أن لا يكون الطرف الآخر قد حقق نقاط مهمة. لذلك اليوم النقطة الوحيدة ليست كافية، يجب الآن أن ننتظر المفاجأة تأتينا في مباراة هذا المساء بين بلجيكا وكندا أن يتعادل على الأقل. إذا كان فاز المنتخب البلجيكي ستكون مهام صعبة جدا علينا، والمنتخب الكرواتي لن يقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها في مباراة اليوم. هو أيضا يندم على أنه أضاع فرصة الفوز على المنتخب المغربي والتي كانت في المتناول. اليوم هي بداية الرحلة، نتمنى أن نستفيد من الأخطاء، أن نقرأ قراءة مختلفة لهذه المباراة حتى نخرج بالخلاصة التي نحتاجها في المباراتين المتبقيتين. حظ سعيد، ألقاكم في وقت لاحق بإذن الله.